الإخوان لما تأسسوا في العشرينات الميلادية كانوا يحاربوا الاستعمار البريطاني وهكذا يقولوا، فكان لديهم ثقافة الكتائب وثقافة الجوالة والعسكرية، وأحد شعاراتهم الرئيسية والموت في سبيل الله أسمى أمانينا، الجهاد سبيلنا والموت. هذه العبارات أعتقد لم تعد مناسبة لحزب سياسي في القرن ال21. تقرير كاميرون، التقرير البريطاني الأخير، الذي يقول فيه أن الإخوان فكرتهم قد تؤدي إلى العنف. الجملة هذه صحيحة، لأنه كثير من المشهورين بالعنف حاليا مروا على الإخوان. الإخوان عندهم معضلة، الإخوان يريدوا بناء الدولة العادلة المقسطة، فيريدوا بنائها بالتربية والجهاد. هذه المشكلة هناك. فواحد يجب أن يتحرروا من هذا الجانب. يعني إذا قبلوا، وهم أعلنوا عدة مرات بقبولهم بالوسائل الديمقراطية والانتخابات، فإذا يجب أن يصفوا ما عندهم من عبارات جهادية قبل 20 سنة. والهوجة هذه التي ترونها تجاه سيد قطب ما كانت موجودة.